في يوم كنت قاعد على تيك توك بسكرول وظهر قدامي فيديو للاستاذ وائل السلوكي. الفيديو كان بيتكلم عن شاب عنده 17 سنه عارف يعمل $300 في اسبوع واحد من الفريلانس. لما يبقى في عيال عندها 17 سنه بتعمل $300 في اسبوع واحد وانت لسه ما بتعملش فلوس، يبقى انت اللي فيك مشكله. الفضول اخدني ادخل على الكومنتس اشوف الناس هي بتفكر ازاي. انا بجد اتصدمت. هي ازاي الناس بتفكر كده؟ كل الكومنتس بتقول حاجه واحده بس، ان الفريلانس ده كدبه وان الاستاذ وائل السلوكي نصاب. ومش بس كده، كان في جزء من الكومنتس بيقول ان مستحيل انسان يعمل $500 في الشهر. بالمناسبة ده رقم قليل جدا، في ناس بتكسر $5 وال7 وال10,000 في الشهر الواحد، بس ده مش موضوعنا. المهم انا فضلت افكر مع نفسي هو ايه اللي وصل تفكير الناس للطريقة دي، والاجابة كانت السوشيال ميديا. الناس على الانستجرام بتحب توريك جزء من الحقيقة، الجزء الحلو فقط، وهو على البحر بيشتغل وهو بيشتري عربية جديدة من فلوس شغله، ويبدأ ينصحك ويقولك لو عايز تشتري عربية زي دي ابدأ فريلانس. هو معاه حق، ولكن هو ما قالكش الحقيقة كاملة، هو ما قالكش ازاي تنجح في الفريلانس. فانا قررت اقولك الحقيقة كاملة بدون اي تجميل، والفيديو ده هيزعل ناس كتير، ولكن يلا بينا نبدأ. قبل اي حاجة خلينا متفقين ان نجاحك او فشلك في اي مجال في الدنيا هو من عند ربنا. تمام؟ يلا بينا نعرف ايه الحاجات اللي المفروض نعملها علشان نحاول ننجح في الفريلانس. اول حاجة تخليك تنجح في المجال ده هي الاستمرارية. انا عارف انك سمعت الكلمة دي كتير جدا، ولكن انا مش هقولك ايه اهمية الاستمرارية، انا هقولك ازاي تستمر اصلا. ولكن قبل ما اقولك ايه السر اللي يخليك فعلا تستمر وتحقق اي حاجة انت نفسك تعملها، انا هقول لك تجربتي الشخصيه مع الاستمراريه. سنه 2025 السنه اللي فاتت دي كانت من احلى واجمل السنين اللي عدت عليا. حققت فيها اهداف كتير، اشتريت اجهزه كان نفسي فيها، وعملت حاجات كان نفسي اعملها من 4 و5 سنين. وقررت اني هبدا 2026 بان انا ازود انتاجيتي واستمراريتي في صناعه المحتوى والفريلانس. وفعلا بدات السنه وانا كل طاقه وحماس وهنبدأ نشتغل. وفعلا بدأت اشتغل ودماغي كانت بتقول لي ان انت بتشتغل، ولكن اجي ابص على الارقام، يعني مثلا نزلت كام فيديو الشهر ده، كلمت كام كلاينت، بتصدم، بحس ان انا اقل من السنة اللي فاتت بكتير جدا. هنا انا اكتشفت ان انا مستمر في الشغل بس انا بشتغل نفسي، انا مش بشتغل ولا اي حاجة. وهنا كان لازم اخد خطوة، وانا هقول لك انا عملت ايه علشان احل المشكلة دي. اول حاجة عملتها بدأت اراقب نفسي، اراقب انا بضيع وقتي في ايه وبضيع استمراريتي اللي انا عايزها في ايه. نزلت على الموبايل ابليكيشن اسمه فورست، هسيب لك اللينك تحت في الديسكريبشن. البرنامج ده ببساطة بيحسب لك بومودورو، بيحسب لك انت اشتغلت كام ساعة، اتمرنت كام ساعة، وهكذا. فكرته بسيطة جدا، هشرحه لك بالتفصيل. ويلا بينا على شرح الابليكيشن. طيب يا جدعان، فكرة الابليكيشن بسيطة جدا. انت بتحدد وقت معين عن طريق الويل دي، بتحدد انت في الوقت ده هتعمل ايه. يعني مثلا انا هحدد 50 دقيقة، مكتوب هنا ورك من تحت. انا هشتغل في ال50 دقيقة دول. طيب انا لو هتمرن او هذاكر او هعمل اي حاجة، مثلا هتمرن، بدوس على سبورت وبحدد ان انا هتمرن مثلا 50 دقيقة وبدوس بلانت. طيب بالنسبة للشجر او الزرع ده، انت بتقدر تشتريه عن طريق الكوينز اللي بتكسبها كل ما بتفوكس لوقت معين لإنجاز مهمة معينة. هو ده الابليكيشن باختصار. بعد ما فهمت ايه ابليكيشن فورست ده، انا بدأت احط لنفسي تارجت يوميا على الاقل اشتغل 4 ساعات، دي اقل حاجة. وفي نفس الوقت بدأت احدد لنفسي تاسكات لازم اخلصها خلال اليوم، وبدأت احاسب واراقب نفسي بالارقام. هل خلصت التاسكات اللي عليا وخلصتها في قد ايه، واشتغلت كام ساعة النهاردة. ومن هنا بدأ الفرق الحقيقي واشوف استمراريتي فعلا. والدليل على ده ان انا بنزل لك فيديو كل اسبوع، فاعمل لايك وشير وسبسكرايب يعني انا مستمر، انت استمر، يعني خلي الموضوع رايح جاي يعني. المهم
عشان تستمر في اي حاجة لازم تراقبها، وتراقبها بالارقام، لان الارقام ما بتكدبش. السبب التاني اللي يخليك فعلا تنجح في الفريلانس هو التسويق لنفسك. جزء كبير جدا من شغلك كفريلانسر مبني على ان انت تعمل ماركتنج لنفسك. مش مهم انت شاطر قد ايه، المهم انت معروف قد ايه. والجملة الاشهر على الاطلاق هي المشهور بيبيع اكتر من الشطور. فلازم تتعلم ازاي تعمل ماركتنج لنفسك. تصحى كل يوم الصبح انت عارف انت ازاي هتبني بيرسونال براند يخليك واحد من اشهر واشطر الناس في مجالك. مش لازم عشان تكون مشهور او معروف في مجال الفريلانس ان انت تعمل فيديوهات بوشك. عادي ممكن تعمل فيديوهات فويس اوفر، تتعلم كتابة محتوى، او تكون انت شخص فعلا موهوب في الكتابة، تبدأ تكتب بوستات بتتكلم فيها عن المجال بتاعك وتظهر خبرتك في المجال بتاعك بطريقة تشد العين وتخلي اي حد يشوف البوست بتاعك يقراه ويكمله لحد الاخر. في كذا طريقة تقدر تبني بيها بيرسونال براند، وكمان تكون من اشهر الناس في مجالك كفريلانسر. فلازم تفهم ان الفريلانس هو مش بس مهارات تكنيكال، هو في جزء كبير جدا ازاي تبني بيرسونال براند وازاي تعمل ماركتنج لنفسك. وما ينفعش توقف ماركتنج نهائيا. السبب الثالث الصبر، وده من اهم الصفات اللي لازم تكون عندك كفريلانسر، واللي بنسبة 99% ما بقيش موجود الفترة دي. كل حاجة بقت سريعة، كل حاجة انت عايز ان هي تحصل حالا. عايز تخلص الكورس من هنا تبدأ شغل على طول، ده مستحيل. اهدى وخد نفس، اعرف انت عايز تعمل ايه خلال ال5 سنين اللي جايين. اشتغل وطور من نفسك واصبر على النتيجة. صدقني واعتبرني اخوك الصغير، انا بقولك لو عرفت تتعلم الصبر انت هتحقق اي حاجة نفسك فيها في حياتك. وعشان نكون عمليين اكتر تعال اقولك ازاي تتعلم الصبر. السر في خطوة واحدة بس، وهو غمض عينك. ابدأ اشتغل، ولكن ما تبصش على النتائج بتاعتك دلوقتي. اشتغل وطور مهاراتك وكلم كلاينتس ولكن ما تبصش على النتائج دلوقتي. بلاش كل يوم تشوف مين عمل لك لايك، مين شاف البوست بتاعك، مين عمل شير، وصلت لكام فولور. بلاش. اهدى، خلي عندك يوم واحد بس في الاسبوع بتبص فيه على نتائج الاسبوع كامل. نزلت كام فيديو جاب رياكت، كلمت كام كلاينت رد عليك، قفلت كام ديل، وهكذا. لما تغمض عينك عن النتائج لمدة كبيرة بتبدأ تشوف الفرق الحقيقي، وبتبدأ تتعلم الصبر، وان النتائج كده هتحصل، ولكن بالراحة. اهدى على نفسك وافتكر تاني اشهر جملة: الصبر يا بدران. السبب الرابع والأخير عشان تنجح في الفريلانس: دماغك. لو انت عايز تعمل فلوس بجد من الفريلانس ركز في الكلمتين دول. دماغك وتفكيرك هي الأساس في نجاحك أو فشلك في أي مجال في الدنيا، وخاصة الفريلانس. طيب ليه؟ لأنك انت بتكون رقيب نفسك. مفيش مدير يخصم لك لو رحت الشغل متأخر. دماغك بتبدأ تقول لك ليه نصحى من 6 الصبح، ما نصحى 12، ما وراناش حاجة، محدش بيجري ورانا. وهنا بتبدأ المشاكل. بتبدأ تتأخر في التسليمات، الكلاينتس بترفضك، وبتدفع الثمن غالي جدا. وعشان تحل مشكلة دماغك دي تعال اقول لك انا حليتها ازاي، وانا متأكد 1,000,000% ان الحل اللي انا استخدمته هينفع معاك. الفكرة ببساطة انك تتعامل مع نفسك على انك 3 اشخاص مش شخص واحد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنقسم شخصيتك ل3. اول شخصية وهي المدير اللي بيوزع التاسكات، اللي بيقيم اخر اليوم واخر الاسبوع وبيعاقب لو في حاجة غلط حصلت. تاني شخصية وهو الموظف، وده بينفذ التاسكات وبيتعاقب لو عمل حاجه غلط. ثالث شخصيه وهو الشخص العادي اللي لما بيخلص شغله بيروح يعمل اي حاجه حلوه هو بيحبها. لو قدرت تسيستم دماغك على انك 3 اشخاص مش شخص واحد، وان في مدير فوق منك هيعاقبك لو عملت حاجه غلط، اضمن لك انك هتكون من انجح 10% في المجال بتاعك. الخلاصه: نجاحك في الفريلانس مبني على استمراريتك، على تسويقك لنفسك، على صبرك على النتائج، والاهم طريقة تفكيرك ودماغك بتقول لك ايه. والاهم من كل ده هو ربنا. نجاحك وفشلك هو في ايد ربنا، احنا اللي علينا بنعمله وفقط، وبس كده. اشوفك الجمعة الجاية، سلام. والله الواحد تعب، ما اقول لك النجاح وانت ما بتعملش لايك ولا شير ولا سبسكرايب ولا لايك. انزل اعمل سبسكرايب.